حاجه واحده اللي هي الخطاطه. لما تيجي بقى بالظبط الشروط، هي الشروط هي برضه، بس البعض يقول لك مفيش شروط ومفيش املاءات. ما هو مفيش شروط. هو البنك، هو الصندوق ده اللي بيحط شروط. لما انت ذاتك تروح تاخد قرض من البنك، البنك بيحط لك شروط. انت رايح وانت عارف انت هتدفع فايده ولا مش عارف؟ عارف. يبقى انت ذاتك لما تروح صندوق النادي الدولي عارف ان في حاجات معينه، بنود معينه هتنفذها. اللي احنا بنجملها ونقول اصلح، اللي احنا بنقولها دلوقتي تسمع اي وزير ماليه او المجموعه الاقتصاديه يقول لك ايه؟ الاصلاحات. احنا نفرح. الاصلاحات دي المفروض تنعكس على ايه؟ على الشعب ومستوى معيشه البني ادم. يبقى الترمومتر عندي لما الصندوق النقدي الدولي يخش ويحط لي مساعدات او قرض، بعد كده لو نسبه الفقر عندي 40%، بعد ما اخد القرض يبقى كام في المية؟ زيت طبعا مشكلة زيت. طب المفروض كام يا باشمهندس؟ المفروض كام؟ يا سيدي المفروض انا دولة حضرتك تربطها حضرتك انت فاهم ولا فاهم؟ الامور كلها اقتصاد.